أهلا بكم يا أصدقائي. في الحلقة اللي فاتت وضع السيد عثمان خطة رائعة للقبض على صوفيا، لكن الخطة فشلت بسبب الخيانة. السيد عثمان على قناعة تامة إن فشل خطته هي نتيجة الخيانة، وظهر في الإعلان عثمان بينصب فخ للقبض على الجاسوس بينهم، ومع ذلك تم القبض على السيدة بيجون بدلا من الخائن الحقيقي. فإزاي هيتمكن السيد عثمان من القبض على الخائن الحقيقي؟ التقارير أكدت إن تم خروج شخصيتين من مسلسل المؤسس عثمان، وسيتم عرض موت الشخصيتين في الحلقة الجاية. الشخصية الأولى هو غنجار اللي خان السيد عثمان، والشخصية التانية هو سنجار الراجل المقرب من السيد قراصي. في الحلقة الجاية هيكون موت غنجار على يد السيد عثمان بسبب خيانته. من ناحية تانية، في الحلقة اللي فاتت صوفيا قالت لبالة إن عندها سر لو بالة عرفته هتتوسل لها البقاء على قيد الحياة. ظهر في الإعلان إن صوفيا خطفت حليمة بنت بالة في الماضي، واتضح من الإعلان يا أصدقائي إن بنت صوفيا اللي اتكلمت عنها هي حليمة بنت بالة. إذا العدو الجديد للسيد عثمان مش أي حد، العدو الجديد هيكون بنته. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.